الله معك. والله العظيم الهم قبل أن يقع في قلبك الله يعلمه. والله العظيم قبل أن تشكو يعلم الله الشكوى، وقبل أن تسعفك الكلمات يعلم الله ما هي الكلمات، وقبل أن تنزل تلك الدموع الحارة من شدة الهم والغم يعلم الله عز وجل عدد تلك القطرات. أنت تتعامل مع رب كريم. الله عز وجل يقود لك الأسباب ويقود لك العظماء وأنت لا تعلم. ربما أنت تضع من قدرك، تضع من نفسك، تقول أنا من أمام رب العباد، تقول أنا من في هذه العوالم الكثيرة، تقول أنا من ضمن الكواكب والمجرات والأجرام السماوية. ربما تصرخ بقلبك تقول أنا من مع ظل هذه الأنهار والأشجار والبحار والثمار، 6 مليار يحيون على وجه الأرض، فمن أنا؟ ولا تدري أن الله عز وجل شانه يقود لك أحدا لينصرك أو يعلمك أو يؤدبك وأنت لا تعلم، أو يزيل همك. اسمع لهذا الحديث وبرد معي قلبك. كلنا يحفظ، لكن جمال الحديث أن تراه من زاوية أخرى. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في المسجد، فإذ برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ سؤال. أبو أمامة كان في هم لا يعلم به إلا الله، ضاقت به الدنيا، الدين تهرب من الناس، أرق في الليل وذل في النهار. إذا أنت أخذت دينا من الناس ستحاول أن تخفي معالم وجهك حتى لا يراك صاحب الدين، وفي الليل تفكر من أين آتي بالدين حتى أقضي الدين عني. فأبو أمامة رضي الله تعالى عنه اجتاحته الهموم والغموم، فأراد جزءا من تلك الروحانية الجميلة الرائعة الراقية، فذهب للمسجد في غير وقت الصلاة. فليس هنا الشاهد. أسألك بالله دقق معي الحديث. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم المسجد، فرأى رجلا من الأنصار جالسا يقال له أبو أمامة. سؤال. قال عليه الصلاة والسلام ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ سؤال يفرض نفسه. من الذي قاد خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد بغير وقت صلاة؟ أقسم بالله تكاد الدموع أن تنهمر. من الذي قاد أقدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسجد بغير وقت الصلاة؟ إنه قدر الله ليخفف عن أبي أمامة ويعلم أبا أمامة. رأيت الله عز وجل رأى وجع قلب أبي أمامة فسخر له أن يمشي للمسجد محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمه. رأيت لو سألتك هذا أبو أمامة وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن انظر كم هو عزيز قلب أبي أمامة على رب العباد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم. رأيت انظر لمن يتعلم. فقال أبو أمامة يا رسول الله هموم لزمتني، خلاص التصقت بي، هموم لزمتني وديون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل شان همك وقضى عنك دينك؟ يقول أبو أمامة قلت بلى يا رسول الله أعطني. فقال عليه الصلاة والسلام قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن.
تدري شو الفرق بين الهم والحزن؟ تدري شو الفرق؟ الهم ما يظهر على معالم الوجه، تحمله في قلبك فتتوجع وتتألم غصة وتبكي في داخلك ومحياك يبتسم، هذا الهم. والحزن ذاك الذي يعتري وجهك فيسيطر على تقاسيم وجهك، فتزداد صعوبة الحياة بك ومعك، فترى الحياة صعبة ولا تستطيع أن تطوعها لتمشي معك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، عجز أنك تفقد ربما عضوا لا تقدر على القيام بواجباتك كاليد والقدم وكذا، فيصيبك العجز ويصبح ضعف الجسد بك يعلو عليه فلا تقوى على مقومات الحياة. والكسل عندك أدوات، جسدك سليم صحيح لكنك كسول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: قلت هذا الكلام والله أذهب الله عني همي وقضى عني ظلمي. دعك الآن كلنا يحفظ هذا الحديث وكلنا يتكلم بهذا الحديث وكلنا يكرر هذا الحديث صباحا ومساء، لكن السؤال الأهم: لما دخل أبو أمامة المسجد تظن ماذا قال قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل أبو أمامة المسجد تظن ماذا كان يهمس وماذا كان يتمتم وماذا كان يدندن؟ ماذا قال حتى جاء له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سادة، إنه القلب الموجوع. القلب الموجوع يا سادة أقرب إلى الله عز وجل من اللسان الفصيح. القلب الموجوع يا سادة أقرب إلى رب العباد من صاحب اللسان العليم والكلام الموزون الذي يبهر الآذان. القلب الموجوع يا سادة رب العباد ينقذه ولو كان صامتا. موسى قلبها تألم على موسى فأصبح فؤاد موسى فارغة خلاص، إن كادت لتبدي به. ما النتيجة؟ لولا أن ربطنا على قلبها. هي ما تكلمت، الله عز وجل يقول كادت، هي صامتة، لكن القلب موجوع فداوى الله علاج قلبها وألهمها الصبر وجاء بموسى. يا سادة، القلب الموجوع هو أقوى خطيب على وجه الأرض، يقف على منبر الشكوى يشكو لله فينقذه الله عز وجل. أبو أمامة دخل المسجد يحمل هموم لا يعلم بها إلا الله، سمع الله أنين قلبه ووجع قلبه فسخر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي للمسجد بغير وقت صلاة ليعلمه هذه الكلمات. يا سادة، من كان مع الله وكان يلجأ لله فلا يضره ضجيج العالم. يا سادة، لو كان العالم بأسره يقف صفا واحدا ليصرخ في أذنك والله معك لضرب على أذنك، لم تسمع منهم همسة ولن تسمع منهم ركزة لأن الله معك. فيا سادة، لماذا لا نوجه هذا القلب إلى الله ونعلم أن الله يسمعنا ويسمع أنين قلوبنا، لكن نحتاج أن نعلم أن نؤوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه. ولو تأخر العلاج يحب الله أن يسمع صوتك، ربك يحبك. يا رجل، أنت أحيانا ابنك تحب أن تسمع أن يقول بابا أو أبي فتحرمه الحلوى حتى تسمعها مرات عديدة،